السلام عليكم. بص يا حبيبي، لو انت فاكر ان الزمالك كسب المريخ فان هو كده الزمالك فرقه كويسه او بدأ يفوق، لا يا حبيبي. الزمالك النهارده بيأدي اداء أسوأ حاجه ممكن انت تتوقعها، ان نادي الزمالك يكون بالناس دي بالتيم ده بيأدي بالاداء في الملعب بالشكل ده. انت ما تبقاش قاعد مصدق ان انت بتتفرج على نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي القيمه التسويقيه بتاعته معديه ال 20 مليون يورو، مقابل فريق ضايع، فريق القيمه التسويقيه بتاعته 3 مليون يورو، يعني 6 اضعاف الزمالك. في فرق كبير في القيمه التسويقيه، وفي فرق كبير في مرتبات اللاعبين، في فرق كبير في الاداء والتمرينات والملاعب والفنادق. مع احترام الكامل لفريق المريخ، ومع احترام الكامل للترجي التونسي، مع احترام الكامل لكل فرق المجموعه، ولكن فريق الزمالك كل العناصر اللي انت عايزها متوفره لك. اداء في ملعب كويس بتتمرن فيه، فنادق بتناموا فيها، مرتبات، عربيات، كل اللي انتوا يعني كل اللي انتوا عايزينه متوفر. ايه اللي ينقص لعيبه نادي الزمالك ان هي ما تصعدش في مجموعه زي دي؟ انا عايز اوصل لك رساله بس كزملكاوي. لو انت راضي عن اداء الزمالك بالشكل ده، يبقى انت ما بتحبش نادي الزمالك. نادي الزمالك لازم حد من المسؤولين يتدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه. الزمالك يا جدعان بيخرج من مجموعه ما فيهاش فريق غير الترجي، والترجي فريق عادي جدا مع احترامي للترجي التونسي. لما يكون القيمه التسويقيه بتاعت الزمالك 20 مليون يورو والمريخ السوداني 3 مليون، والناس دي تروح الملعب والجمهور ده يبقى قاعد، الحد اللي انا مقتنع بيه ان الجمهور ده الوحيد اللي في المدرجات اللي فاهم الحقيقه وفاهم ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك في كارثه، في كارثه يا جماعه، اقسم بالله. النهارده المريخ السوداني الزمالك ولا خط ظهر حتى، يعني ولا حتى الجنبين شغالين، ولا راس. الوحيد اللي النهارده يملى عينك في الملعب ناصر منسي، ويعني محمد صبحي عشان الراجل كتر خيره، يعني الراجل بيشيل قسما بالله. بصوا يعني لو انت زملكاوي والزملكاويه حاسين بنفس الاحساس دوت ان الزمالك، انا مش بقول لك ان انا لما الزمالك بيخسر في الدوري انا ببقى فرحان ومبسوط ان الزمالك بيبعد عن منافسه الاهلي، لكن لما يلعب في ماتشات، وهفضل اقولها وهفضل اشجع الزمالك طالما ما بيلعب قصاد اي فريق مش مصري، هقعد اشجع الزمالك. حتى لو انا في حد زملكاوي بيرخم عليا، لو في واحد زملكاوي دمه تقيل، لو في واحد زملكاوي قاعد مستنيين ان انا اخسر من الهلال، ده رايي ما بغيروش. اي فريق هيلعب ضد وطني ضد مصر هشجع. لو انا لو المحله وانا مش محلاوي خالص، اكيد هشجع المحله. ما هو ده طبيعي ان انت تشجع ابن بلدك، تشجع صاحبك، تشجع. ما أنا لما يكون ابويا مثلا زملكاوي وينام زعلان عشان الزمالك خسر، انا هكون متضايق ان في حد اقرب حد ليا في البيت نايم ان هو زعلان عشان الزمالك خسر، صاحبي زملكاوي. لكن احنا لما بنتكلم احنا بنهزر ونطلع على السوشيال ميديا والكلام ده كله، اركن الكلام ده كله على جنب. ولكن الزمالك لازم له تصحيح مسار، لازم الناس تتدخل، لازم حد يعمل وقفه للكره المصريه بشكل عام. ما ينفعش لعيبه بتاخد ملايين ما تعدي تخرج كل مره من دور المجموعات. ما ينفعش. ما تجيش تقارن الزمالك بالاهلي، ما تزعلش مني خالص، ما فيش مقارنه. حتى لو الاهلي خسر من الهلال، حتى لو الاهلي ما عداش، لا الاهلي في حته تانية خالص. ده مش معنى ذلك ان انا عايز اوصل رساله معينه ان الاهلي غير الزمالك، لا. الزمالك طول عمره كبير بتاريخه بادائه بلعبته. ولكن عزيزي الزملكاوي، اوعى يغرك مكسب النهارده، لان الزمالك لا يستحق الفوز. وبس كده يا سيدي، سلام عليكم.